بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة. انا هعمل كيكة بس ما عنديش لبن بصراحة، فهعملها من غير لبن يعني، بس بتبقى جميلة جدا. هتشوفوها دلوقتي وهتبقى شكلها ايه. انا حطيت 3 كوبايات دقيق اهم، وحطيت معلقة كربوناتو، حبة يعني كده، وباكو بيكنج باودر. ده هقلبهم على بعض كده اهو. تمام. وهحط هنا 3 بيضات اهو، اكسر 3 بيضات واحطهم. ادي بيضة، وادي التانية اهي، 3 بيضات بس اهم. هما دول اللي استعملهم. وهحط رشة ملح صغننة اهي، صغننة. تمام. وهحط اللهم صل على النبي كوباية ونص سكر. كوباية ونص، حطيت الكوباية فاضل النص اهو. كوباية ونص سكر. وهحط 3 كوبايتين دي مية. اشوف كده، ادي كوباية وادي التانية. احط كمان كوباية، 3 كوبايات اهو، وهضربهم في الخلاط. شايفين حبايبي؟ ضربته في الخلاط، بصوا شكله عامل ازاي. هحط ورقتين الفانيليا هنا. تمام. وحطيت هنا كوبايه زيت وانا بضربه عشان تبقوا عارفين يعني، نسيت اقول لكم. وافضي الشفشق كله كده على بعضه. هما 3 كوبايات، 100 100. انا قسمتها بالنص يا جماعه. احط نص شوكولاته اهو، كاكاو يعني، بس كاكاو من نضيفه والله دي اهو. نص كاكاو، والنص التاني ابيض زي ما انتوا شايفين اهو. هقلب دي، احط لها معلقتين 2 دقيق اهو، معلقه واحده بس كفايه اهو، عشان الكاكاو هناك معلقتين، انا حطيت معلقه واحده. وهنا هقلب الكاكاو مع النص التاني. شايفين حبايبي؟ انا حطيت سلطانيه صغيره هنا اهي. هحط شويه كده اهو، وشويه كده من بني وشويه من التاني اهو. اتفرجوا بقى على احلى ايه كيكايه في منتهى الجمال. نص حبه كده وحبه كده. اه يا حبايبي، شلت السلطانيه اللي كانت في النص، وكنت دهنه الصينيه طبعا شويه زيت وشويه دقيق، بدرتها بالدقيق. وهحطها في الفرن، واتفرجوا بقى على جمال الكيكه ديت. لا لبن ولا حاجه، هما 3 بيضات اللي هيكلفوكي، وشويه السكر من البيت، وشويه دقيق، وخلاص هتعملي احلى كيكه واطعم كيكه. اتفرجي جمالها في منتهى الجمال، هتعجبك قوي لما تستوي. بصي بقى الكيكه وجمالها، بصي ولا لبن ولا حاجه زي ما شفتوني كده. بصي ارتفاعها قد ايه، لما صلى على النبي. بصي الارتفاع، بصي خفيفه ريشه، شيلي كده تلاقيها ريشه ما فيهاش. بصي جمالها، بصي بالكاكاو وبال ابيض وبالشوكولاته. بصي جمالها والله العظيم جميله جدا. اعمليها كده، مش لازم لبن يعني. ما عندكيش لبن بلاش، هتعملي ايه يعني؟ حاجه حلوه وخلاص اعمليها. بس جميله يعني، لو عملتيها كده والله هتعجبك جدا. اهي زي ما انتوا شايفين، شايفه الارتفاع بتاعها قد ايه اهو. اعمليها كده يلا، لسه مطلعه من الفرن والله، بتدخل لسه اهي، شايفين اهي؟ شايفه؟
بصي الارتفاع بتاعها قد ايه، كبيرة اهي. اللهم صل على النبي. يلا اعمليها كده بالطريقة دي هتعجبك قوي، هتقولي صح والله كلامك مظبوط. هي كوباية زيت وثلاث كوبايات دقيق وثلاث كوبايات مية، باكو بيكنج باودر وشوية كربونات صغيرين وباكوين فانيليا. مفيش الا كده. هتضربي الثلاث بيضات مع المية مع السكر، كوباية ونص سكر، او عايزاها حلوة حط كوبايتين براحتك، السكر ده تبعك انتي. اضربي السكر مع المية مع البيض مع اللهم صل على النبي البيض والسكر والزيت. كوباية زيت واحدة مفيش غيرها حطيتها. بصوا جمالها، بصوا على حلاوتها ولا ريحتها في منتهى الجمال. يلا اعمليها يا حبيبتي كده بالطريقة ديت وادعيلنا كده واشتركوا بقى كده يا جماعة. القناة مش عايزة تعلى خالص. يلا حبايبي مع السلامة.